السلام عليكم. مرحبا بكم في شيبا يمني فودز. أنا كاثرين، وفي هذه الفيديو أعملكم طريقة مندي دجاج مع الرز. والمندي أكلة مشهورة في كل الأعراب وكل الشرق الأوسط، وأصله أظن أصله من حضرموت. وأصلا يطبخ في زمان المندي في تنور أو فرن تحت الأرض، يعني تكون نار يجلس وقت طويل، وفي زمان كان يعمل هكذا. ولكن اليوم سأعمله في بيتي في الفرن العادي. والأول الخطوة يوجد معي هنا الدجاج. ممكن تكون نص دجاج الذي تريد، وكذلك أحتاج ملعقتين كبير من الزبدة أو من الزيت الذي تفضل، ملعقة بهارات مطحونة هوايج، حوالي ثامن ملعقة كركم من أجل اللون. ممكن تستخدم زعفران إذا معكم هذا، أو ممكن تستخدم صبغة الطعام، وممكن تكون بدون أي صبغة. الخطوة الأولى أن نضيف البهارات المطحونة والكركم في الزبدة ونرشها فوق الدجاجة، وثم نترك الدجاجة لمدة ساعتين يمكن لكي يختلط الطعام من البهارات. وكذلك نبدأ نضيف الزعفران إلى ماء قليل ونخلي يجلس لمدة ساعات أو أكثر، ممكن يوم كامل، لكي يكون لونه أصفر كثيرا. أوكي، الآن الخطوة الثانية لكي نعمل الرز. نحتاج إلى 4 أكواب رز بسماتي، ممكن تكون أكثر أو أقل. ونحتاج ماء 6 أكواب ماء، بس حسب الرز ممكن تكثر وتكون أقل الماء إذا الرز يختلف النوع. كذلك نحتاج بهارات: هيل، قرنفل، فلفل أسود، ورق الغار، قرفة، فلفل حار أخضر، بصل مفروم 1 بصل، 2 ملعقة كبير زيت، ملح حسب الذوق، زعفران، ممكن تستخدم صبغة الطعم أو كركم إذا تريد. وكذلك نحتاج الفحم تبع البخور، فحم يعني طبيعي بدون كيماويات، من أجل تكون شم الرز والدجاج جميل. نبدأ بالرز أن نضيف أولا الزيت، 2 ملعقة زيت، كذلك البصل، ونطبخه فوق نار متوسط لمدة 5 دقائق حوالي، وثم نغلق النار ونضيف له البهارات مثل القرفة وكل البهارات، وكذلك الفلفل الأخضر والملح والماء. وثم نجيب فوق الرز شبك كبير، وفوق ذلك نأتي بالدجاجة ونبدأ نطبخه في نار حار جدا لمدة 20 دقيقة حوالي، ثم نخفف الحرارة ونطبخه لمدة طويل. ووقت طبخ الدجاج يختلف كثيرا حسب الحجم. أهم شيء تشوف هل درجة حرارة الدجاج يوصل إلى حوالي 75 مئوية، وهذا ستعرف من درجة الحرارة الدجاج إذا هو جاهز. وثم خرج من الفرن كل شيء، الرز والدجاج. وفي نفس الوقت هذا نضيف الزعفران وصبغة الطعم اختياري إلى الرز ونختلط مع بعض. وفي نفس الوقت نبدأ نجهز الفحم فوق النار. ندخل الفحم في زيت شوية، في صحن في زيت
داخل جنب الرز، وكذلك الدجاجة حاولوا لكي الرز والدجاج يأخذ طعام الفحم. شكرا لمشاهدتكم في هذا الفيديو. إذا تتمنى أكثر فيديوهات مثل هذا ممكن تزور القناة شيبا يمني فودز، كذلك تزورني في الفيسبوك. شكرا.